السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فن وإبداع مع أسماء. كنتمنى تكونوا كاملين على خير. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا الحل المشكلة ديال الكاناش بعد ما غتطلعوه وكنزل لكم أولا البنات اللي ما كيبغيش يطلع ليهم نهائيا. هذا المشكل اللي كيطرا غالبا كيكون من الكاليتي ديال الكريمة أولا الشوكولا. لهذا ما كطلعش لكم الكريمه، ولا احيانا الغلط كيكون منكم، يعني حتى كتطلعوها كتخليوها تطرب بزاف وكتسخن وهي كتطرب على واحد السرعه متوسطه، يعني كتكون العجانه اولا الطراب ما ما معاونينكش باش تطلعي ديك الكريمه مزيان. وهذا الحل هذا اللي غنعطيكم ماشي غير الكاناش مونطي بوحدو، يعني اي كريمه ما بغاتش تطلع لكم وبقات لكم سائله، يعني بهذا الشكل هذا كما غتشوفوا، يعني كتبقى لكم خفيفه. الا بقات لكم الكريمه بهذا الشكل هذا خفيفه وبقيتو كتطربوها ما بغاتش تطلع لكم، دائما خليو عندكم بودر ديما خليوه في الاحتياط، يعني باش الا وقع لكم هذا المشكل هذا كديروه. يعني البودر الشونتي هو اللي غيوقف لكم اي كريمه صاحت لكم او ما بغاتش تطلع لكم، وهو كيخليها يعني ثابته ما كتعاودش ترجع نهائيا تنزل، تعاود طيح. كما كتشوفوا هنايا هذا الكاناش هذا اللي كتشوفوا سائل شويه، واللي غنزيد ليه تقريبا واحد ربع كاس ديال الكريمه او اقل من ربع كاس. مهم نتوما تزيدوا شويه بشويه وانتم كتطلعوا كتشوفوا حتى كتولي واقفه. ولكن الا كانت عندكم كميه كثيره ديال الكاناش مبغاش تطلع لكم، ضروري غتخصكم باكيه او جوج باكيات. يعني الا كانت الكريمه كثيره بزاف احسن تقسموها على جوج، وعاد تقادوا نص بنص، ما ديروش الكريمه كثيره وتبقاو تزيدوا في البودر الشونتي. صافي كما شفتوا هنايا كيفاش كان في الاول كيبان لكم هنايا سايح شويه. ملي ضفت ليه البودر ديال الشونتي غادي يبان لكم كيفاش غادي يولي واقف. هو ملي كيعقاد يعني ماشي كيولي عاقد بحال غاناش مونطي ملي كنطلعوه، بحال ماشي بحال في الفيديو السابق كيف وريتكم ملي كنطلعوه كتولي حفره في الوسط وكذا. ولا فاش كيطلع كيولي عاقد، واخا يبان لكم يعني معلق راه كيكون واقف، يعني وفي الثلاجه كيزيد اعقاد. ممكن ديروا بودر شونتي، ممكن ديروا لاموس حتى هي ديك اللي كتباع في الكارطونه. بالنسبه للبودر شونتي راه كيتباع بالعبار. انا ديما كنخلي في الاحتياط، ديما فاش تاخذوا التقضيه ديالكم ديال اللوازم الحلويات خذوا معكم واحد الكميه اللي تخليوها دائما في الاحتياط لاي كريمه الجبن اولا هاد الكريم الكاناش مونطي اولا اي كريمه درتوها وما صدقاتش لكم ولا شي حاجه. حاولوا تاخذوا حاولوا تزيدوا لها هاد البودر شونتي. ممكن تضيفوا ايضا حتى الماسكاربون، حتى هو راه كيخلي الكريمه واقفه، ولكن هو راه غالي. يعني انا عطيتكم حاجه اقتصاديه اللي تخلي لكم الكريمه تجي واقفه. كما شفتوا هنايا طلعتها شويه ولقيت مازال خاصه شويه، وغنضيف شويه وغادي نزيد عاوتاني نطرب. يعني بقاو ديروا بالمعلقه وشوفوا. المهم هاد الطريقه راه ناجحه، راه بزاف البنات فاش كيتواصلوا معايا كيطرا لهم هذا المشكل هي الحل اللي كنعطيهم. وهذا الشيء من شحال هادي، يعني هذا هو الحل اللي كندير انا من زمان، رفيت ذاكره لكم في شحال من فيديو. غير هو ما عمرني ما درت فيديو هكا معزول بوحدو. قررت انني غنحاول نبقى ندير لكم فيديوهات قصيره الحلول بعض المشاكل اللي كيطراو مع البنات والتساؤلات اللي كيجيوني كثار في الواتساب، يعني التساؤلات المكرره. عوض ما نبقى نجاوب وحده بوحده، من الاحسن اي وحده طرا ليها هذا المشكل او مازال ما طراش ليها وطرا لها من بعد تكون شافت هذا الفيديو يكون عندها الحل المشكل ديالها. يعني اي مشكل كيطرا في الكيك ديزاين غادي نحاول نديرو لكم فيديوهات قصيره. ونتمنى تعطيوني شي فيديو شي فكره شنو نسمي هاد السلسله هذه باش يبقى داك الشيء معزول، يعني تبقى واحد بلاي ليست خاصه بهاد الفيديوهات القصيره يكونوا معزولين، وكل فيديو يبان لكم آه العنوان ديالو يعني ساهل باش تدخلوا ليه. كما كتشوفوا هنا الكريمه بعد ما طلعتها ها نتوما كيفاش كتجي، يعني كتجي واقفه بهذا الشكل هذا. غتبان لكم معلقه ولكن راها كتجي عاقده، وفي الثلاجه كتجي عاقده اكثر، وفي نفس الوقت كتجي بنينه ما تخافوش منها. وكاين مشكل اخر اللي هو غاناش بالشوكولا، شوكولا نوار يعني شوكولاته سوداء. احيانا البنات كيجيهم عاقد بزاف وهما كيطربوا فيه وكيجي بحال محبب. هذا المشكل هذا شنو خاصكم تزيدوا؟ غتزيدوا الكريمه السائله، كتبقاو تزيدوا شويه بشويه وانتم كتطلعوا فيها راه غادي تطلق
وغادي تبان لكم مقاده يعني، وغتطلع لكم مزيانه. لان احيانا كتاخذوا شوكولاته سوداء كتكون فيها نسبه الكاكاو عاليه، وكديروا واحد الكميه ديال الكريمه اللي هي الكافيه للشوكولاته سوداء 55% او 50%. ملي كتكون شوكولاته نسبه فيها شوكولاته سوداء طالعه شويه، كتحبب لكم وكتعطيكم هذاك الحوشيه، اولا كتحبب. لهذا فاش تكونوا كتطلعوا فيها وتعطيكم هذا المشكل هذا، بقاو تضيفوا غير الكريمه شويه بشويه، وراه غادي يطلع لكم مزيانه. بالنسبه للكاناش مونطي كاين حل اخر بالنسبه للبنات اللي ما كيطلعش ليهم، وما عندك مثلا ما عندكش كريم شونتي وكنتي مازال عندك الوقت. الا كان مازال عندك الوقت، ممكن تعاودي تذوبي المكونات كاملين، تذوبيهم في بان ماغي حتى كيوليو بهذا الشكل هذا. يعني بحال يلا غتعاودي تقاديه وتغطيه وديريه في الثلاجه يبات ليله كامله، عاد عاودي تعاودي تطلعيه، يعني تعاودي تطلعيه لغديه. ولكن الا كان المشكل غير منك، يعني غير طاحت لك ديك الكاناش. اما الا كان المشكل من المكونات فهو ابدا واش عاودي يطلع، واخا تعاودي تطلعيه. بالنسبه لهاد الطريقه هذه حتى هي راني مجرباها، يعني واخا ما تشوفوني واخده هاد الفيديوهات غير من الفيديو السابق، ولكن غير باش نشرح لكم فقط. ما عنديش هاد المشكل باش انا نعاود نصورو لكم، ولكن راه هكا الفيديو فيه افاده وغتكونوا فهمتوني ان شاء الله. كما قلت لكم البنات اللي يعني نتوما طاحت لكم الكريم عاودت نزلت لكم، ممكن ديروا هاد الطريقه، تعاودوا تذوبوا الكاناش بان ماغي وتغطيو وديروه يبات ليله كامله في الثلاجه، اولا تدخلوه المجمد يبرد بسرعه كما شرحت لكم الطريقه. يعني ما تخليوش حتى يجمد صافي، وكتعاودوا طلعوه عادي. فاش كطلعوه راه غادي يطلع لكم عادي بحال ما طرا فيه اي مشكل. كنتمنى الفيديو يكون واضح. اللي عندها اي تساؤل تخلي لي في التعليق، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء في امان الله. وما تنساوش تخليو لي الاسم ديال هذه السلسله اللي قلت لكم في التعاليق. خليو لي شي اسم هكا باش نسمي هذه السلسله. ما عرفتش نصبح وانا نفكر، ما عرفتش شنو ندير، وحلول ومشاكل ولا اش. المهم شوفوا نتوما غيكون عندكم افكار احسن مني. خليو لي شي فكره، كل وحده تخلي لي في التعليق وانا غنشوف وغنسمي هذه السلسله هذه. يلا نخليكم في امان الله. شكرا على المتابعه.